عماد عبد العزيز نهار من حارة التركمان إذا بين دار المصطاح وعش الورور. الحادثة اللي صارت من فترة قصيرة جدا وهي إطلاق النار العشوائي اللي صارت بمنطقة عين ترمى، وهي بسبب إنه على أساس إنه فرحة بس عم بتصير لغيرهم عزاء أو تعكير يعني. هاي الطفلة كانت مع أهلها في سيارة فقط بعين ترمى، سقطت شظية طار رصاص الطائش من سقف السيارة على كتفها الأيسر، وكان سبب نزف وإسعاف على المشفى بحالة جنون أهلها بسبب شوفة الدم. وهذا الرصاص الطائش لازم يكون فيه له حلول جذرية مع صفة ناس أرواحها تزهق، أرواحها تروح بسبب هاي الإطلاق العشوائي. محمد عبد العزيز نهار من تركمان الجولان من قرية الرزانية، من سكان منطقة برزة، واقع بين برزة وعش الورور منطقة ظهر المصطاح. من الأسبوع الماضي أو اللي قبل منه في إطلاق نار صار بإحدى الأعراس بمنطقة عين ترمى. اجت رصاصة طائشة لبنت أخي دخلت من سقف السيارة بطرف كتفها من هون، رصاص طائش. الحمد لله البنت حالتها منيحة يعني، بس إنه موضوع الرصاص الطائش اللي صار يعني كتير صار في حالات، في منها حالات وفاة، في منها حالات إصابات حرجة صارت. يعني الطفلة عمرها 3 سنوات، يعني الرعبة اللي أكلوها أهلها بالكفاية. يعني عناصر الأمن دغري شافوا السيارة جاية باتجاه المشفى، عناصر الأمن موجودين، فجأة دغري ركضوا على السيارة لأنه شو صاير معهم. شافوا الصغيرة إنه كتفها دم ومرعوبين بقلب السيارة، فورا أخذوا البنت من السيارة ودخلوا فيها على المشفى. استنفروا المشفى كله عليها البنت. ما في أي خطر، بس إصابة سطحية، بس الرعبة اللي أكلوها يعني فجأة شيء خبط بالسيارة والبنت صارت تصرخ إنه كتفي كتفي وصارت كلها دم. فلبين ما وصلوا على المشفى وعرفوا إنه هي إصابة بسيطة، إنه هي طلق ناري، هذا الوقت لحاله الرعبة اللي أكلوها فيه فظيعة جدا يعني. افرح بس بدون إطلاق نار، نحن ما ضد الفرح، الله يبسط العالم ويجوز، بس طفلة مثل هاي تتأذى أو يصير محل لا سمح الله شيء بسبب فرحة وشاب طائش عم يرجع حاله إنه عم يطلق نار. وهي بإيد السلطات أو الناس المعنية الموجودين بالدولة يقدروا على هالشيء، يسيطروا عليها، كان اللجان ولا كان الأمن ولا كان الجهة الموجودة بالمناطق هي. وإن شاء الله الحمد لله رب العالمين طفلة نبدأ بخير على الإصابة هي، لكن موجودة الحمد لله بيناتنا. صوت التركمان هنا بنفسه، بكلمته، بهويته.